السلام عليكم. اليوم غادي نتحدث لكم على السخان او الشوفو كما كيعرفوه جميع المغاربه. ففي كل عام اللي كيدخل فصل الشتاء كنسمعوا للاسف بزاف ديال الناس كيموتوا بسبب السخان ديال الماء او البوتاغاز. وطبعا حنا شعب كيفهم في كل شيء، وانتشرت عندنا مجموعه ديال المغالطات من اشهرها ان الغاز كيمشي مع الماء، واللي طبعا غلط ومسبب المستحيلات كما غادي نشوفوا. ايضا غاز البوتان ما عنده حتى شي ضرر على الانسان، والشركات عاملين معاه واحد الريحه قويه، في حاله موقع تسرب دغيا غادي ترد البال. ولكن كيفاش هادشي؟ علاش الناس كيموتوا؟ شنو السبب؟ غير بشويه عليك غادي تفهم كل شيء ببساطه. الحقيقه كاين جوج ديال العوامل اللي كيسببوا الاختناق. فالاول هو وضع السخان في مكان قليل او منعدم التهويه، كما كنعرفوا كاملين وكما قرينا في الاعدادي في الدرس ديال الاحتراق انه كاين جوج ديال الانواع ديال الاحتراق. كاين احتراق كامل وكاين احتراق غير كامل. في الاحتراق الكامل هو ببساطه بحال التفاعل الكيميائي ما بين غاز البوتان والاكسجين ديال الهواء اللي كينتج عليه غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، واللي بجوجهم ما كيشكلوا حتى شي خطوره على الصحه ديال الانسان. وهذا الشيء علاش؟ وهذا الشيء بطبيعه الحال هو اللي كيوقع في السخان او اي احتراق في الحاله العاديه. ولكن باش يكون الاحتراق كامل كاين واحد الشرط اساسي، واللي هو ان ثنائي الاكسجين خاصو يكون بكميه كبيره. الشرط اللي ما كيتحققش في الاماكن المغلقه، وهنا فين كاين الخطر. كندوزو من الاحتراق الكامل للاحتراق غير الكامل، واللي كينتج عليه بخار الماء وغاز احادي اكسيد الكربون. الغاز اللي خطير بزاف، ما عنده لا ريحه ولا لون، ولكن غاز قاتل، اي انه ما كتحش، اي انك انت بالفعل ما غاديش تحس براسك حتى كتغيب وتموت لا قدر الله. اذا كيفاش نحمي راسي والناس اللي ساكنين معايا؟ اول شيء، السخان او الشوفو خاصو يكون مركب في مكان جيد التهويه، ويكون حداه شي سرجم اللي خاصك تخليه محلول ملي تكون غادي تدوش، والاحسن انه يتحط في البالكون.